لا أكترث لما يقوله الناس عني، فأنا الشخص الوحيد الذي يعرف تفاصيل حياتي الخاصة، والوحيد الذي يدرك حق المعرفة ما مررت به. لقد خلقنا في هذه الحياة لنكون سعداء، وليس لنيل رضاء الجميع. فبغض النظر عن الأشخاص الذين يحبونني والذين أكترث لأمرهم، ليس مهما أبدا ما يعتقده الآخرون عني، ولا أملك الوقت لأكره الأشخاص الذين يكرهونني. فأنا بالفعل مشغول جدا بحب من يحبني ومن يقدر قيمتي ووجودي بينهم. فهكذا الناس، البعض يقول والبعض يصدق والبعض الآخر يفكر، ولكنني أنا أغضب الناس. فلقد أطعمت أفواه من تحدثت عني بالسوء، ولقد مسحت دموع الناس الذين ذرفوا دموعي، وكنت السبب في رفع الناس الذين حاولوا إسقاطي. لذلك أنا لن أناقش بعد الآن، ولن أغضب أبدا. ببساطة أنا أبتعد فقط، فكل ما نفعله هو لوجه الله، ولسنا في انتظار مقابل من أحد. للأسف هذه هي حقيقة بعض الناس. لا تنسى الإعجاب والاشتراك. شكرا.